يسرنا أن نلتقي في مكتب مجلة الغربة رئيس جمعية بطل لبنان يوسف باك كرم الزغرتاوية الإعلامي الأستاذ سركيس كرم. أستاذ سركيس، أهلا وسهلا فيك. أهلا فيك. أول شيء منحبك أنه تخبر المستمعين مين هو سركيس كرم وشو هي مؤلفاته. أول شيء أستاذ شربل، أنا بهنيك على الخطوة هيدي الإعلامية المهمة كتير، وبشكرك على هالفرصة أنه نقدر نحكي مع المشاهدين. سركيس كرم إجا على أستراليا بسنة 77، يعني كان بعمر 16-17. كان بعزه كلبناني وعايش بأستراليا كل هالفترة لحديت اليوم. أنا من صغري بحب الشأن العام، بحب أتعاطى بالأعمال الخيرية بالأعمال المؤسساتية، والحمد لله كان في فرصة كتير حلوة هون إنه نشتغل بهالمؤسسات ونقدر قد ما فينا نخدم الجالية يعني على عدة مستويات. بالنسبة للإعلام كان عندي فرصة إني أشتغل بجريدة الميدل إيست هيرولد لمدة 7-8 سنين. كمان بكتب بكل الصحف تقريبا مقولات. بس عنا مش عم تكتب، كان الله يرحمه، لا حقيقة سركيس كان الله يرحمه سركيس المقسيسة ما يفوت شيء من جمعية بطل لبنان إلا ما يودي لنا إياه دائم. بس شيء مات ما عاد اجينا شيء من الجمعية. ان شاء الله بتبلش انت على الله يرحمه سركيس. بالفعل كان ثروي للجالية اللبنانية ككل وللجالية الزغرتاوية بنوع خاص وخسرناه، وان شاء الله نحن بنقدر هلا نرجع نبلش ونكمل هالمسيرة يلي هو بدا فيها، ونكون يعني يكون هو مرتاح والجميع مرتاحين. وانا بوعدك انه رح نزودك بكل اخبار الجميع. كنت عم تخبرنا عن حالك، فيك تخبرنا عن الكتب شوي؟ الكتب، في اول كتاب نزلته كان عن يوسف باك كرم باللغه الانجليزيه، واسمه يوسف باك كرم The Rebellious Prince، وهو اول كتاب مفصل باللغه الانجليزيه عن بطل لبنان يوسف باك كرم. كانت محاولة اجت اعطت صدى كتير مهم يعني بكل العالم، وضوت سلطة الضوء على بطل لبنان. وان شاء الله هيدي هالخطوة بتشجع كل اللي بيكتبوا انجليزي انه يعملوا بحث اضافي عن بطل لبنان، لانه بيستاهل. اكيد بيستاهل كتير، لانه كان رجل فكر مثل ما بتعرف، كان رجل عنده رؤية، مش انه بس عنده قداسة كمان، ورجل إيمان. يعني كل الصفات الحميدة كانت بشخصيته. بما أننا عم نحكي عنه سركيس، قبل ما تروح على كتابك الثاني، نعم، عم يرمموا له بيته بصغرته. ليش تأخذت بما أنه صغرته كبيرة وفيها ناس، ليش تأخذت كل هالوقت هلأ يرمموا له بيته مثلا؟ وليش الحكومة اللبنانية ما قامت بهالواجب؟ هلأ يعني أهالي صغرتها الزاوية وكل لبنان بنوع خاص لبنان الشمالي بيحبوا يوسف باك، بيقدروا تاريخه وشو ترك أثر بلبنان بالتاريخ اللبناني. بس للأسف إنه كانت الناس عم بتراهن على الدولة، لأنه هيدي مسؤولية الدولة اللبنانية إنه تهتم بالتراث اللبناني، بالأخص بيت تاريخي كبيت يوسف باك كرم. للأسف يمكن الحروب، المشاكل اللي مرت على لبنان خلت الدولة ما تقدر تعطي بهالمجال هي. بعدين لما انتهت الحرب، تعرف دايما في هالأمور اللي عم بتصير ببلدنا يعني، ودولتنا مش عم تعطي الفن بشكل عام، التراث بشكل عام. هذا تراث مهم. للأسف انتظروا كتير الدولة حتى تعمل شيء، ما كانت تعمل شيء. هلأ بالفترة الأخيرة يعني 7 أشهر في بيت المرحوم سعيد الطبيش، هني أخذوها على عاتقهم هالشغل، اشتريوا البيت ومكرسين مبلغ من المال حتى يزبطوا البيت، يعملوا متحف ليوسف باك كرم. وهني كتير مشكورين على هالخطوة يلي بالفعل عجزت عنا الدولة وعجزت عنا بعض المؤسسات حتى البلديات. وإن شاء الله بتكون خطوة ناجحة. بالنهاية المهم إنه البيت يتعمر ويصير متحف وينعطى ليوسف باك جزء من حقه عنا. طيب إذا هالبيت تعمر لمين بده يكون؟ باسم مين؟ باسم بيت الطبيش؟ لا، بعتقد هو راح يكون مخصص
بطل لبنان يوسف بيك كرم اكيد هن بيديروه. هلا اذا اجى انا حكيت مع السيد محسن طبيش وهو وضح لي انه هن رح يتصلوا بوزاره التراث، يعني بالوزاره المختصه بلبنان، هي تهتم بهالموضوع، وحتى يصير البيت من التراث اللبناني، يعني يصير بالدليل السياحي بكل هالامور هيك. يعني هن مستعدين انه الدوله تشرف على هالموضوع، يعني ما عندهم اي يعني هن بيحطوا المصاري ومستعدين يسلموا. مستعدين حتى بالنسبه للامور للاشياء اللي بدها تنحط بالمتحف. يعني هن عم يدعوا الناس انه اذا بيحبوا تنشرى هالاشياء، اذا بدهم يبيعوها او بيحطوها بالمتحف، بينحط اسم صاحب الغرض، يعني كان سيف، اللي كان كتاب، اللي كان وثيقه، اللي كان شو ما كان. المهم الفكره الاساسيه انه المتحف تكريما لتراث يوسف بيك كرم رح يكون اذا الله راد عن قريب ينفتح. بعدين هيدي الامور الرسميات والشكليات بعتقد رح تتعالج تدريجيا، بس اهم شيء انه هالناس الطيبين هو يلي هن جيرانه ليوسف بيك كرم، بيتهم بعيد عن بيته يمكن شي 200 متر، الغيرة والاندفاع اللبناني والوطني خليهم يقوموا بهالمشروع هيك، وان شاء الله بيكون يعني ناجح. في شيء قلت لي بالاول انه جمعيه بطل لبنان يوسف بيك كرم صغرتاويه، ليش حددتوها صغرتاويه بما انه اسمه بطل لبنان؟ هلا هو اللي صار انه بسنه 1962 لما تاسست الجمعيه صار في اقتراح انه يكون رمز الجمعيه يوسف بيك كرم بطل لبنان، جمعيه صغرتا يعني. وبالفعل صار في اختيار لهالاسم، كونه رمز مثل ما حكينا قبل شوي بيجسد الايمان، بيجسد الفروسيه اللبنانيه الصغرتاويه، بيجسد الفكر، يعني عنده كل هالمكونات بشخصيته. وبالفعل رمز يفتخر فيه انه تحمله اسم جمعيه صغرتا. هلا ما في شك في كثير لبنانيه بيحبوا انه يكونوا بمؤسسه حامله اسم بطل لبنان يوسف بيك كرم، بس هيك اللي صار بسنه 62 وبعدها مستمره، انه هي الجمعيه حامله اسم بطل لبنان كرمز، بس بتمثل كل اهالي صغرتا بكل مكوناتهم بكل سياساتهم. كل اهالي صغرتا بيدخلوا فيها او بيك كرم بس؟ لا، كل اهالي صغرتا. هلا الجمعيه هون فيها من غير بيك كرم؟ فيها من كل عائلات صغرتا. وحدا ترأسها من غير عائلات كرم؟ اول رئيس كان الله يرحمه محسن الدويهي، كان هو اول رئيس للجمعيه. كان في القاضي الاستاذ انطوان الراهب كمان الله يرحمه. كان في رؤساء من بيت معوض، في رؤساء من بيت المكاري، من بيت الدويهي، من بيت فرنجية، من كل العيال يعني. انه هي جمعيه صغرتاويه بكل معنى الكلمه. بكل معنى الكلمه. يا ريت هالجمعيه بتوحد صغرتا بهالشكل، توحد الشمال كله. نحن بالنسبه لنا صغرتا وحده، لو كان في اختلاف بالسياسه صغرتا وحده، صغرتاويتنا بتجمعنا. انا حكيت شغله هيديك اليوم بقداس عيد سيده صغرتا، انه فيك تفوت على حزب وتطلع منه، فيك تفوت على جمعيه وتطلع منها، فيك تفوت على تيار وتطلع منه، حتى الانسان دينه يمكن في غيره، بس انتمائه وجذوره ما في غيرهم. يعني صغرتاويتنا بتضل علينا شو ما صار، ما فينا نطلع منها. صح. عن الكتاب الثاني، هلا احكي لنا عن كتابك الثاني. شو اسمه؟ كتابي الثاني اسمه تجربتي مع التيار. هو كتاب متنوع، في السياسي، في الاجتماعي، في يعني عن مراحل من حياتي أنا اختبرتها بالجالية هون. بس الجزء الأساسي أو الفصل الأساسي هو عن تجربتي مع التيار الوطني الحر. يعني كل الناس بتعرف أنا كنت عن مدة 15 سنة ناشط بالتيار، وحكي عن هالتجربة، وحكي ليش أنا استقلت وما عدت عطيت بالشأن العام وانتقلت على مرحلة تانية. بس أنا هيدي المرحلة حبيت أرخها، لأنه بالفعل فيها كتير نشاطات مهمة دعما لقضية لبنان، فيها كتير اشياء انا كونت رفقه في خبز وملح انا وياهم وبقدرهم وبحترمهم، ومفروض ينعطوهم يتضوع لتضحياتهم خلال هيدي المرحله. هذا هالشيء دفعني اني نزل هالكتاب. طيب هلا وين صرت انت والتيار؟ بما انك عم تحكي انه تجربتي مع التيار، يعني معناتها انت انشقيت عن التيار؟ لا مش انشقيت، انا كان في مرحله هي مرحله دعم تحرير لبنان وتحققت هيدي المرحلة. بعدين صار العمل السياسي متاح بكل المجالات. أنا هلأ كرئيس جمعية صغرتا مش عم بتعاطى سياسي،
بس إذا بدنا نرجع بالنسبة لسابقا، يعني قبل ما أتحمل مسؤولية الرئاسة، أنا بعد التيار بقلبي. مثل ما قلت لك هيدي مرحلة عزيزة وغالية علي. كل اللي اشتغلت معه المؤسسات اللي كانت خيرية أو سياسية أو اجتماعية كلهم بعدهم بقلبي، ولا مرة أنا قطعت علاقة مع أي إنسان. بس أنا هون بالجاية نعم. يعني قبلت كتير حكيوا لي مثلك إنه انشقوا عن التيار. يعني كان في شيء بأستراليا غلط تيصير هالانشقاقات لكثير من الشخصيات مثلك؟ في شيء غلط. يعني أنا بدي أحكي سركيس، نحن عم نحكي للتاريخ، يعني عم نسجل مرحلة تاريخية. أنا مش مع حدا، شرب اللي بعيني بيقروا له كتبه، أنا ضد الكل ومع الكل. ليش صار هالانشقاقات مثلا؟ صار في شيء غلط. نحن فينا نحكي من دون ما نذكر أسامي، لأنه ما بسمع إلا كنت مع التيار، انشقات مع التيار. يعني صار حركة انشقاقات كثيرة بالتيار، صح ولا غلط؟ استاذ شربل، انا ما بسميها انشقاق. انا بالنسبه لموضوعي انا على الاقل فيني احكي عن نفسي، مش كان انشقاق، كان بتوصل لمرحله يمكن انا ما عاد فيني اعطي بهذا المجال، وقررت اني اقعد على جنب. يعني انا بحيي كل الشباب يلي كفوا المسيره للاخر ويلي بعدهم مستمرين. بس قديش لسه في مستمرين؟ التيار ما بقى عم بينسمع عنه من وقتها كنت انت وغيرك. هو صار بالفعل، صار في نقص، صار في بعض الناس لأسباب مختلفة يمكن قعدت على جنب ما عاد عم تشتغل بالشأن العام. بس إذا بتلاحظ إنه كل هودي الشباب يلي قعدوا على جنب بعدهم على ذات المبادئ وعلى ذات الأفكار. هلا بس برات التيار، برات هو التيار كونه تيار، مش تيار حزب إنه في بطاقة. هلا حزب، تيار حزب في انتساب له. صحيح. سركيس انت صريح، نعم، ومؤلف وصحفي، نعم، وشخصيه معروفه. الله يخليك. التيار صار حزب. نعم. سركيس كرم معه بطاقه حزبيه بالتيار؟ لا. معناتها صار في شيء غلط بالجاليه، لانه كان اول واحد لازم يكون مع سركيس كرم، ورح سمي بعد مع جوزيف بوملحم، مع عده شخصيات بالجاليه كنت اعرفهم انا بالتيار. نعم. يعني في صداقه بيني وبينهم. نعم. معناتها كثير الحزب خسرون وجوه ممتازه بالجاليه. شو السبب؟ هذا كانسان كاتب كتاب عن التيار لازم تقول لي شو السبب مشان يتعلموا من هالغلط اللي السبب مفروض فينا نحن كل الاحزاب والتيارات، مش بس التيار الوطني الحر، لانه المشاكل موجوده بكل الاحزاب والتيارات. السبب الاساسي انه نحن بنعتمد العمل الفوضوي والفردي، ما بنعتمد العمل المؤسساتي. صح. اذا بنعرف كيف نشتغل مؤسساتيا وعمل جماعي ويكون في تراتبيه ومسؤوليات محدده وتعاون وتنسيق وغيره، بعتقد انا كل مؤسساتنا بتنجح. بس للاسف الكل، مش بس التيار الوطني الحر، في هذا الموضوع تفرد بالرأي والفوضوية. هلا هيدي مثل ما قلنا مرحلة انتهيت، والشباب بعدهم ناشطين وبعدهم عم بيشتغلوا بلبنان، والله يقويهم. يعني ما بحب يعني سركيس كان متفق بالكتاب وقال جود باي بالفعل. هذا شهادتي، انا قلت انه هذه الشهاده تبعيتي وانا حاكي فيها بدون ما افوت بكثير تفاصيل، مع انه عندي كثير تفاصيل، ويمكن يوما ما اضطر انشرها. بس انا اكتفيت بهالشهاده اللي كثير وصفوها بالموضوعيه، وانا معروف عني الموضوع. انا ما قريت الكتاب، رح اقراه وشوف. بعتقد بيعطيك فكره كثير واضحه عن موقفي تجاه التيار، عن شعوري تجاه التيار. لما كتبته، نعم، كتبته كنت حائد ولا كتبته تتبين تجربتك بس؟ يعني كنت زعلان من حدا وبدك تكتب الكتاب؟ كتبته لانه انا تصحح، حتى اذا كان صاير خطا ما يتكرر الخطا مع غيري. خلينا نكون بس تكرر الخطا مع غيرك للاسف. يعني في يمكن عقليه بمحل ما بتفتكر انه هي ما لازم حدا ينتقدها بشيء. انا اللي علي عملته، ضميري مرتاح تجاه وطني، تجاه كل شيء انا مؤمن فيه. وهالكتاب هالفصل بالتحديد تجربتي مع التيار، مثل ما قلت لك كان شهاده سركيس كرم بهالمجال. اعطي حق محل ما لازم اعطي حق، منتقد محل ما لازم انتقد، مسمى بالاسماء بالتواريخ
والاكثر من هيك بدعي الناس، اي انسان بحب يتصل ويفتح الارشيف، عندي ارشيف طويل عريض، لانه انا من النوع يلي بيأرخ كل شيء وبيدون كل شيء. هلا معقول يجي تعليقات على حديثك، لانه بيجينا تعليقات، ومعقول تجي تعليقات كثير قويه ضدك. نعم. انت مستعد ترد على هالتعليقات اللي تحت الفيديو بتبقى؟ انا بفضل اني ركز على موضوعي هلا كرئيس جمعيه خيريه اجتماعيه زغرتاويه، ما فوت باي موضوع ثاني. لانه الكتاب نزل بال 2010 وكان في كتير مجال طويل حتى يصير في عليه ردات فعل كل السنه. ايه، وصار عليه ردات فعل، في منها الايجابيه في منها السلبيه. بعتقد عمل الواقع يلي هو كان مفروض يعمله عند المعنيين بالامر وعند القراء. وصل على لبنان؟ وصل على يعني قري العماد عام؟ قري العماد عام. وشو كان رايه؟ رايه ما في شيء ابدا سلبي. ما في شيء سلبي؟ ما في شيء سلبي، في انسان عطي رايه. وبعتقد اذا بيقول غير هيك العماد عون بتكون شعارات الحريه الراي والاصلاح والتغيير وكلها بتكون ما بتعني شيء. بعتقد العماد عون انا ملتزم بهالشعارات. هيدا اللي بقدر اقوله، ما اكثر من هيك. ما بدنا نفوت لما يفكروني انا منحاز. انا استاذ سركيس عم بجرب اخذ منك اشياء للتاريخ. صح. يعني انا مش ضد التيار. نعم. بالعكس انا بقدس كل انسان عنده مبدا، وخصوصا لخدمه لبنان. بس لازم نعرف شو صار. هالجالي في وشوشات، يعني انت عارف في وشوشات، ليش فلان ترك وليش فلان ترك وليش فلان ترك. لازم نعرف بما انه كلهم اصدقائنا. هذا هو السبب انا لسؤالي. نعم. هلا سركيس كرم باي حزب؟ بالجمعيه بطل لبنان يوسف بك كرم. ما لنا حزب. هي حزب اللي بيجمع كل الاحزاب. هي حزب يلي بده يجمع كل ابناء صغرته، مثل اللي كانوا باي تيار سياسي، لانه الجمعيه هي بتقدر تجمع، لانه الحزب ما بيقدر يجمع. الحزب بالعكس يمكن بيقوي الانقسام، بينما الجمعيه فيها تجمع كل الاطراف. في كثير منتسبين للجمعيه سركيس. كل ابناء صغرتها باستراليا انا بعتبرهم منتسبين، اللي كانوا معبيين طلب انتساب، اما لا، لانه ابن صغرتها ولا مره الجمعيه اتصلت فيه او دقت باب بيته الا تجاوب، وكان كريم مثل ما هو معروف عنه، وكان موجود وكان عنده حضوره. طيب هالجمعيه انوجدت تخدم لبنان ام تخدم كمان العائلات الزغرتاويه هون؟ اساسا هي مشان تعمل نشاطات هون بسيدني، بس كمان هي على علاقه وثيقه مع الجمعيات الخيريه بصغرتها ومع الرعيه بصغرتها. يعني قد ما فينا نحن مثل ما قلت لك من بعد عن السياسه. يمكن لهالسبب ما بقدر باخذ راحتي هلا بالاجوبه. يمكن لو تقابلني قبل ما اعمل رئيس الجمعيه يمكن كنت فت بمواضيع اخرى سياسيه للتيار وغير التيار. انا للملاحظه كمان بعد التيار الوطني. انت عم تحكي تاريخ، ما بيهم هلا مركزك. أكيد. انت عم تحكي تاريخ. صحيح. التاريخ بيلغي كل مراكزك. مزبوط. طيب هالجمعيه مثلا اذا افترض انه حدا لا سمح الله من صغرتها متضايق. نعم. بتساعده؟ يعني بتعمل اعمال قد ما بتقدر، لانه هذا جزء من واجباتها للجمعيه. قد ما بتقدر بتجرب. كمان جزء من واجباتها انه هي تعمل نشاطات للشبيبه، تعمل نشاطات تجمع ابناء الجاليه كلهم سوا يتعرفوا على بعضهم. تعرف هون الناس قاعده محلات بعيده عن بعضها، بقى لما تعمل شيء جمعيه بيلتقيوا وبيشاركوا بهالامور كلياتها سوا. استاذ سركيس، قامت مظاهرات كثيره بلبنان عم بتطالب بتغيير النظام الطائفي بلبنان. نعم. سركيس كرم المثقف صاحب الكتب، هل هو مع تغيير النظام الطائفي ووضع نظام علماني؟ يعني انت عارف شو عم بحكي، انه ما يكون الرئيس نوراني، الرئيس المجلس الشيعي، رئيس الوزراء سني. سركيس كرم بحبذ هالشيء او ما بحب يحكي بهالمساله هلا؟ لا، بحكي هيدي بالمبدا ايه بحبذ، بس كمان كيف عم تنطرح الامور بلبنان. يا هل ترى شو خلفيه الطرح؟ يعني نحن اكيد بدنا نوصل لعلمانيه من اللي عايشينها نحن بالعالم الغربي او باستراليا، اما بس عم نطرحها من منطلق عدديه سكانيه او عدديه طائفيه او عدديه ما بعرف شو. اذا عم تنطرح كعلمانيه اللي نحن عايشين فيها باستراليا انا مع 100%،
لأنه الدين لله والوطن للجميع. مفروض فينا نحن يكون عندنا أول شيء وطننا هو الأولوية بتفكيرنا بلبنان، مش هو آخر شيء بالأولويات. يعني أنا كاتب شغلي من مدة بقول فيها نحن أولوياتنا غلط كلبنانية. يعني نحن منبلش بنفسنا، بنبلش بعدين ننطلع على عائلتنا الصغيرة، عائلتنا الأكبر، على الحي، على المدينة، على المحافظة، على الدين، على المذهب، على ما بعرف شو، آخر شيء حرام حتى نوصل على لبنان. بينما بالعالم الغربي والعالم الحضاري الوطن أول شيء، آخر شيء بيجي يعني نحن عندنا البرايورتيز، الأولويات تبعنا غلط بغلط، الفشكلي فوقاني تحتاني. في كتير أمور حتى نقدر نوصل على إلغاء النظام الطائفي بلبنان بده ينشغل عليها. بدك تقدر تكيف الناس وبالأخص الشبيبة مع هيدي الفكرة. شو هي؟ شو بتعني إلغاء الطائفية؟ إنه أنا بس شلت رئيس ماروني حتى رئيس من طائفة تاني إنه هي بنكون الغينا الطائفية؟ لا، أنا كلبناني بدي حس إني أنا مطمئن للنظام الموجود، إنه هيدي الدولة إيه عم تعامل كل اللبنانية مثل بعضهم، إنه أنا عندي الفرصة إذا عندي المؤهلات، أو أي شخص لبناني عنده المؤهلات عنده الفرصة حتى ياخد مركز بالدولة اللبنانية. إيه إنه بنلغي الواسطات وبنلغي كل هالتركيبة السياسية القديمة الفاسدة. كله أنا معهم هودي، بس كله هذا بده يجي مش كرفع شعار، بده يجي كدراسات، أنت بتعرف، كريسيرش، كشغل. ناس تقبل الفكرة. أول شيء بدك تسوق لها الفكرة شو هي، تحدد لها كل هالمشروع، بعدين بتجرب تمشي فيه. بس هيك إنه نطرح شعار، أنا مش مع نطرح شعار. يعني من هيك فشلت، ما عاد في مظاهرات وفشلت. أكيد بدك تشوف الخلفية وراها. شو صلب الموضوع، اشتغلوا على صلب الموضوع. ما أنا سألت بعض الناس اللي كانوا عم بينظموا هالنشاط وهذا، إنه شو مشروعكم؟ طيب شو البديل؟ يعني إنه عم نطلع نلغي النظام الطائفي، طيب قدموا لنا بديل نقتنع فيه، سوقوا البديل حتى نقتنع فيه. بس صار بالعراق هلا مثل لبنان. بالعراق الرئيس الجمهورية السنة، رئيس الوزراء شيعة. نعم. بس ما عطوا شيء للمسيحيين، الظاهر هربوا أو ليه؟ هربوهم، مش ما عطيوهم شيء، لأنه هربوهم. يعني قبل ما يفوتوا الأمريكان كان تعرف في فوق 1.5 مليون مسيحي بالعراق، هلا ما في يمكن 100,000 مسيحي بالعراق. على كل الأحوال يعني العلمانية حلوة إلى حد معين يعني. وفي لبنان عنده كمان خصوصية تاريخية، وأنت بتعرف تركيبات الطائفية هذه شغلات عمرها مئات السنين، مش إنه جاي أنت على وطن جديد وكل شيء جاهز وبتفوت دغري بتنسجم بهالمجتمع واللي أنت عايش فيه. لا، بدها وقت، بدها تحضير، بدها شغل، بدها كتير عملية مشاركة للناس والأخص لهالمثقفين حتى يطلعوا بهالمشروع المقنع يلي بيشبه يعني التركيبة اللبنانية يلي بتتقبلوا التركيبة اللبنانية الاجتماعية أنا عم بحكي والطائفية. أستاذ سركيس، هلأ في كلام كتير عن ثورة الربيع العربي. نعم. شو رأيك الثورة؟ وين وصل الوطن العربي أنت كصحفي؟ بالمبدأ الرأي، احترام الرأي والحرية الرأي والمساواة والعدالة الاجتماعية وكل هالأمور أكيد بدنا نكون معها، ما فينا نكون ضدها. بس يا هل ترى الشيء اللي عم بيصير بالعالم العربي أو بالدول العربية هو إنه ينقلوا الناس من سيء إلى أحسن؟ أنا مش عم شوفها هيك. أنا عم شوف إنه عم تنتقل الناس من سيء إلى أسوأ. يعني إذا بدنا ناخد النموذج العراق مثلا، حضرتك تفضلت وقلت يمكن ما صارت ثورة من جوا، فاتوا الحلفاء وغيره، بس كل الدول العربية أنا مش شايف إنه كان في مشروع بديل حتى تصير الدولة أحسن أو أفضل. بالعكس أنا شايف إنه مثل كأنه في شيء منظم orchestrated عم بينتقل من دولة لدولة، حتى ضمن الدولة من مدينة لمدينة. بس عم بينجح. هلا مثل القذافي طلع إشاعات إنه هرب. عم بينجح لأنه الدولة الأمريكانية هي بالأساس هي حطت هيدي الأنظمة العربية، ما بدون ما نتخبى وراء إصبعنا. يعني ما فيك تتخبى، أنت صحف. إنه هي حطتهم وهي هلا عم تجرب تشيلهم بنهاية الأمر. ماني شايفة أنا هذا ثورات إصلاحية بالمعنى. يعني في كتير شباب هلا عم بيضحوا بنفسهم، عم بيستشهدوا
وانا بحيي الناس الابرياء يلي بالفعل مآمنه انها تقوم وتصرخ بدها الحريه وبدها حريه التعبير وبدها العداله وكل هالامور هي. بس مش عم بيوصلوا لحريه التعبير، مش عم يوصلوا لشيء، بل بالعكس اذا بنشوف حتى بالاخوان بمصر، هلا بمصر بنلاقي الامور يمكن رح تروح باتجاه كثير سيء للشعب المصري. مزبوط. بلشوها ديمقراطيه انتهت للاسف اسلاميه. صحيح. وبعدين جماعات كمان اعلنوا دوله قبطيه. يعني بلشت التجرذمات الطائفيه. صحيح. بنهايه الامر انا اللي شايفه المخطط يلي هن بدهم اياه تقسيم وتفتيت الدول العربيه كلها سوا ماشي، يعني ماشي هلا من خلال استغلال عواطف هالناس المساكين يلي بالفعل مظلومين. يعني انا مش هون جاي عم دافع عن انظمه ابدا، بالعكس، بس في مخطط رهيب عم يتطبق بالدول العربيه حتى يتفتت هالوطن العربي، وتضل الاقوى هي اكيد اسرائيل ابنه امريكا المدلله، وهي بس اسرائيل ساكته. اسرائيل اكيد ساكته لانه الشيء عم بيصير لها هي ومرتاحه وبدون ما تنزعج، يعني بدون ما تتكلف بالشيء، اكيد لانه بيصب بمصلحتها بالنهايه. في سؤال بنطرحه على كل اللي بيزورونا، يعني عاملينه نحن كاستفتاء، انا غليظ بحب اعرفه. لو بده ينتهي سركيس كرم وين بيحب ينتهي؟ باستراليا ام بلبنان ام بصغرتها مثلا؟ قلبيا بدك تحكي قلبيا، بدك تحكي قلبيا بدي بحب انتهي اكيد هونيك باهدن، اكيد بهدي. بس ليش قلبيا؟ بشقفة هالسما يلي بالفعل بتطلع على ست الحسن اللي سماها بلكون الله، يمكن الشاعر جورج يمين الله يرحمه. بالفعل بلكون الله، يعني مثل انت واقف بالسما وعم واقفه هون. لا تشرح لي واقفه هونيكي. بتمنى قلبيا اني انتهي هونيكي، بس عمليا يمكن ما يكون هيك. ليش؟ لانه الغربه صعبه، الغربه شغله كومبلكس هيك معقده. يعني اللبناني انا بحسده اللي ضل بلبنان ما سافر من لبنان، بحسده لانه هذا لبنان، عايش بلبنان. بس في كثير كاتبين بوصيتهم انهم ينقبروا. مش ما بتعني ذات الشيء، ما بتعني ذات الشيء انك انت تعيش لبنانيتك شيء، وانك انت تكون انسان مغترب عايش بعالم الانتشار ضايع بين هويه وهويه. يعني الله يوجه له الخير استاذنا فؤاد نعمان، بين هويتين. كل وينه الاستاذ فؤاد نعمان الخوري؟ قلت لي الله يوجه له الخير. انه بعده باستراليا، افتكرته راح على لبنان. بعده هون. بدي اسالك استاذ سركيس عن رحلتك مع المردة. نعم. شو فيك تخبرنا؟ هلا انت استاذ شرب مصر الا بدك تحكي بالتاريخ اللي يعني هاي مقابله العالم بدها تشوفها، مش رح تشوفها هون سركيس، بدنا نشوفوها بكل بقعه بالعالم. شو بدك يعني اسالك؟ انا اللي صار انه بال 2004 بعد مسيره 15 سنه مع التيار الوطني الحر، لأسباب وظروف استقلت وما عدت عطيت بالشأن العام بشكل انه انا ضمن مؤسسه معينه او حزب او تيار لحدية 2007، يعني في 3 سنين. هلا بعد الناس بيفتكروا اني انا تركت من هون فت بتيار المردة بين ليلة وضحاها، وده مش اللي صار. اللي صار في 3 سنين لما بال 2007 بتنعرض علي فكرة انه يتم تأسيس تيار المردة باستراليا. وانا اصلا يعني المردة بيعنوا لي كثير من زمان، من حرب يعني من السبعينات بيعنوا لي كثير. بقى كثير حبست الفكرة وما حتى جاوبت على الحارك، دليت مدي حتى جاوبت، ولقيت حالي انه انا هذا كمان يعني محلي، مش رايح من لمحل غريب. وبالفعل شاركت مع تأسيس التيار واستمريت لحد من شي شهرين استلمت الجمعية الخيرية. كانت تجربة كتير حلوة، شباب كتير طيبين وكويسين. عملنا شغل كتير حلو على مدى 4 سنين. يعني هذا كل اللي بقدر اقول لك اياه. بس ليش تركت؟ ما تركت، يعني ما فيك تعتبر اني تركت. بس انا سألتك بالاول انت بأي حزب؟
قلت لك بالجمعيه. ايه بس ما قلت لي بحزب المردة. جربت تخبيها؟ لا مش هذا الانتماء السياسي. بمقابله مع استاذ انور حرب بالنهار قلت له انا حطيت هلا قناعتي السياسيه بالفريزر، يعني بالثلاجه. ايه، لانه ما فيك تكون انت مسيس وتستلم جمعيه صغارتها، ما فيك. اذا يعني بالمستقبل رح تكتب كتاب ايه رحلتي مع المردة. لا انا حسسني قلبي رح تكتبه رحلتي مع المردة يمكن. ايه شو هو السؤال اللي بتحبنا نسألك اياه وما سألناك؟ انه انت نادم على اي شيء عملته بحياتك بالشأن العام؟ طيب هل ترى انت نادم على هالشيء؟ لا. تعرف ليش؟ لانه كل الامور اللي اشتغلت لها وامنت فيها تحققت. يعني اذا كنت فت بالتيار الوطني الحر، مؤمن بانه بلدي المفروض تكون سيده ومستقله وما فيها جيوش غريبه، تحقق هالشيء، معناتها مش نادم عن الموضوع ابدا. اذا كان بالنسبه للتيار المردة، تيار المردة فيي وبلايي تيار ناجح، والوزير سليمان فرنجي يعني كل الناس بتعرفه، واكيد رح يوصل لمحل ملازم، والتيار المردة باستراليا رح يوصل لمحل ملازم. في شغله، انا اشتغلت بجمعية بطل لبنان من 30 سنة اللي كان أمانة السر أو باللجنة أو ساعد من بروت اللجنة. اشتغلت بالرابطة المورونية، اشتغلت بعدة محلات، وبعتبر نفسي ولا مرة طلعت منهم ورجعت فت عليهم، دايما أنا موجود. بالنسبة للتيار الوطني والمردة، أنا كتبت بالكتاب أن انتقلت من بيتي لبيتي، بس في شغلة هون بحب وضحها وأحكيها بكل شفافية وصراحة. أنا بحب اللي بحبهم سياسيا، عم بحكي، بس أنا ولا مرة كرهت يلي بيختلف معهم سياسيا. أنا بشوف نفسي إذا ميشيل باك معوض وصل لأعلى المراكز، بشوف نفسي إذا أستاذ جواد بولس ذات الشيء، إذا أستاذ يوسف دويهي ذات الشيء، إذا الوزير ستفان دويهي ذات الشيء، سليم باك كرم ذات الشيء. يعني بغض النظر شو هو، يعني في نوع من الخلافات بين سليم في اختلاف سياسي وأسعد. هلا فتنا على الموضوع. لا لانه انت عم بتسمي، ما جبت لي سيره اسعد مش عم بيشتغل، قدم عن النيابه. ايه بس كزعامة عائلة معروفة انه من سنة 73 سليم بكرم هو زعيم العائلة وانتخبوه كل الشباب والصبايا. بس ليش نزل اسعد على النيابة؟ انا عم بسأل سؤال تاريخي انه تنعرف نحن كابناء صغرتك. انا ما عندي جواب على هذا السؤال لانه ما كنت بس نزل عن النيابة، عندك معرفة انه نزل عن النيابة وما اخذ كثير. هذا دليل على انه الاكثرية بعائلة كرم واللي بيحبزوا بيت كرم، يعني العرة العزيزة هي بتأيد سليم بيت كرم. يعني واضحة العملية. استاذ سركيس، نحن بنشكرك على هاللقاء. الله يخليك. انا بشكرك، الله يقويك.